يسمعي الكلام المرصوع بالياقوت والنية. صلوا كاملين على النبي المختار، شفعنا يوم الحساب. جيتكم الليلة بحكاية من قاع الخابية، حكاية من زمان قديم. كان يا ما كان، فاش كانت النية هي الميزان، والكلمة غلا من الذهب والجمال. قربوا عندي ورخيوا ودنيكم وحلوا قلوبكم، راه القصة فيها العبرة وفيها الحكمة اللي تضوي لكم الطريق في الليالي المظلمة. في قديم الزمان، في مدينة من المدن الكبار اللي صواريها عالية وبيوتها عامرة بالخير، كانت واحد المرأة سميتها لالا ياقوت. هاد السيدة ما كانتش غير خياطة عادية، كانت معلمة وفنانة، كترشم بالصبر وتخيط بالآمال. كان عندها واحد المنسج قديم ورثته على جدتها الله يرحمها. كيقولوا الناس بلي هاد المنسج ماشي بحال كاع المناسج اللي جلسات قدامه وهي نيتها صافية كيتفتحوا ليها بيبان الرزق، واللي جلسات قدامه قلبها عامر حسد كيتشبكوا ليها خيوط الحرير وما كتخرجش ليها سوقتها مقاده. واحد النهار جاو لعندها 3 ديال البنات، كل وحده باغيه تعلم الصنعه وتوجد شوارها. راضيه بنت الدرويش قلبها كبير ويديها خفيفه. الزاهيه بنت التاجر عينيها في المظاهر وباغيه كل شي ساهل. والغاليه اللي كانت كتشوف راسها احسن من كل شي وبغات تعلم غير باش تباها قدام جارتها. لالا ياقوت شافت فيهم بنظرة الحكمة وابتسمت وقالت ليهم: يا بناتي، الصنعة ماشي غير حرير ومرمى، الصنعة هي الميزان اللي في القلب. غدا غادي تبداو ان شاء الله اول زواقة، ولكن بشرط كل وحدة فيكم تجيب معاها حاجة كتمثل اغلى ما عندها. الزاهية جابت خاتم الذهب، والغالية جابت ثوب الحرير الغالي، اما راضية فجبت حفنة ديال الملحة وشمعة. وضحكوا عليها البنات وقالوا ليها الملحة والشمعة هادشي باش غادي تقابلي المعلمة ياقوت. هنا لالا ياقوت وقفتهم وقالت: كل وحدة فيكم تجلس قدام المنسج وغادي نشوفوا شكون اللي زواقتها غتطلع بالروح وشكون اللي غتطلع بالنفاخة. حلوا ودنيكم وكملوا معايا هاد الخيط من الحكاية، فين النية كتغلب السحر ورزانة هي ساس الدار. جلست كل وحدة من البنات قدام المنسج ديالها، والمكان كان كيشقو غير صوت دقة المنسج وريحة العود والند اللي طلقات لالا ياقوت. زاهية بنت التاجر بدات كتخدم خاتم الذهب اللي في صباعها. كانت زربانة باغا تسالي دغيا باش تمشي توري لصحاباتها شحال هي حادقة، ولكن العجب كل ما دارت غرزة الخيط كيتقطع والذهب اللي في يديها كيبرد وما بقاش كيلمع. بقات كتنطر وتعصب، وكل ما تعصبات الخدمة كتزيد تشبك ليها. اما الغالية المتكبرة فكانت كتخيط وهي كتشوف في المراية عجبها راسها وكتقول: انا اللي غتطلع زواقتي هي مزيانة حيت ثوبي غالي والحرير من الهند. ولكن يا سبحان الله الخدمة ديالها كانت كتخرج حوجة، والرسمة اللي كتصن كتبان باهتة وبلا روح، بحال الا المنسج ما باغيش يقبل خدمتها. نجيو دابا لراضية بنت الدرويش، حطات الشمعة شاعلة حداها ورشات شوية الملحة فوق الخشب المنسج وسمات بالله. بدات كتخدم بهدوء، يديها كيطيروا فوق الطوب بحال الفراشة. الشمعة كانت كتضوي ليها الطريق، والملحة كانت كتقول: لا حسد ولا غيره. قلبها كان عامر بالرضا والصبر.
أنا لالا ياقوت وقفات وسطهم وصاحت بصوت مسموع: يا بناتي، المنسج راه مرايا للقلب، اللي قلبها ضيق خدمتها كتجي مخبلة، واللي قلبها عامر بالنفاخة زواقتها كتجي بلا روح وبلا همة. أما اللي جاية بالصبر والنية راه المنساج كيهضر معاها. ايوا، وغير شوية وقعت حاجة غريبة. الشمعة اللي شعلت راضية بدات كتعطي واحد الضو ذهبي كيسيل فوق الخيوط، والحرير اللي كان عادي رجع كيلمع بحال الجوهر. الزاهية والغالية تحلو عينيهم بالدهشة، وقالت الغالية بحقد: هادشي غير سحور، كيفاش الملحة والشمعة يديروا هاد العجب؟ ضحكت لالا ياقوت وقالت ليهم: الملحة يا بناتي هي الرزانة اللي كتصبر، أما الشمعة هي نور العلم والتواضع اللي كيضوي وسط الظلمة. راضية جابت الحكمة وانتوما جبتو غير المظاهر، ولكن القصة ما سالاتش هنا، حيت واحد الضيف غريب غيدق في الباب في نص الليل وغادي يطلب حاجة وحدة، واللي غتجاوب عليها هي اللي غتاخد سر المنسج المسحور. والليل كان مرخيص دولو، والنجوم كتلمع في السما بحال العقيق، حتى سمعوا البنات الدقة خفيفة ورزينة في باب الدار. تلفات لالا ياقوت وقالت ليهم: وحدة فيكم تنوض تفتح الباب وتشوف هاد الضيف اللي جا في هاد الساعة د الليل. نط الغالية وهي كتفشش: أنا بعدا ما نفتحش، خايفة على توبي توسخ بغبرة الزنقة. وقالت الزاهية: حتى أنا ما نفتحش، يدي عياو بالخدمة وخاتمي الداب خفتو يطير ليا في الظلام. أما راضية وقفات بكل أدب، مسحت يديها في منديلها وهزت الشمعة ديالها وقالت: أنا نفتح يا معلمة، الضيف ضيف الله، والباب اللي يتفتح بالخير ما يسدو الشر. فتحت الباب ولقات شيخ كبير لابس برنوس بيض ووجهو كينور بالوقار، وهاد الشيخ ما كان غير سلطان الحكمة اللي كيدور يتفقد الصنعة وأهلها. قال ليها: يا بنتي، أنا عابر سبيل، جيعان وعطشان، واش كاين شي لقمة وشي كاس الماء؟ راضية ما تردداتش، دخلاتو وجلساتو في مكان دافي وقدمت ليه خبزة وكاس ديال اتاي بالنعناع، وهي كتقول ليه: مرحبا بك يا سيدي، الدار دارك والبركة بيك. سلطان الحكمة اللي كان متنكر شاف البنات بثلاثة وفي خدمتهم فوق المنسج، وسولهم سؤال واحد: شنو هو الخيط اللي ما كيتقطعش والزواقة اللي ما كتدبالش مع الزمان؟ انطقات الغالية وقالت: هو خيط الذهب والحرير. وقالت الزاهية: هي الزواقة اللي كيشوفوها الناس ويشكروني عليها. أما راضية فشافت في المنسج وشافت في لالا ياقوت وقالت بصوت رزين: الخيط اللي ما كيتقطعش يا سيدي هو خيط النية، والزواقة اللي ما كتدبالش وما كتبلاش هي الكلمة الطيبة والفعل الصالح. الصنعة بلا أخلاق بحال الخيمة بلا وتاد، كتهدم مع أول ريح. هنا وقف الشيخ ورمى البرنوس ديالو وبان اللباس السلطاني المرصوع. تحلو عينين البنات بالخلعة وابتسمت لالا ياقوت وهي عارفة النهاية. قال السلطان: بصح يا بنتي، انتي اللي فهمتي السر المنسج. الذهب كيمشي والحرير كيبلى،
ولكن الحكمة والصبر هما اللي كيبقاو. وهكذا يا سيادي السلطان كاف أراضية وخلاها هي اللي تسير دار الصنعة من بعد لالا ياقوت. ورجعت المعلمة الكبيرة اللي كيقصدوها الناس من كل مكان، ماشي غير باش يتعلموا الدرس، ولكن باش يتعلموا الآداب قبل الحرفة. أما الزاهية والغالية فتعلموا باللي الزواق كيطير وكتبقى غير النفس والصنعة ديال بصح. ومشات حكايتي مع الواد وبقيت أنا مع الجواد. الله يجعل حكايتنا ديما بالخير ورزانا مسقية وقلوبنا بالنية ديما نقية.